السلام عليكم الأحباب الكرام بجروب مدرسة كريمة. كلكم كل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية تامين والآمين. بخصوص انتشار السرطان، فعلا المسألة دي يعني أصبحت حاجز لكل إنسان يسكن الشمالية. وزي ما قال الدكتور بتاع مدير مستشفى الزرة، وهو أظن ذاته من البركل، وفي ندوة قال يعني متوقع اي انسان يتوفى في الشمالية ما لم يكن بحادث او ذبحة الوفاة سرطان. يا جماعة عشان اكون صريح معاكم، نحن قبل 3 سنة اتحركنا من جريدة الانتباه، وقمنا مشينا في منطقة اسمها وادي بشارة في ولاية نهر النيل. في المنطقة دي لقينا السرطان في بعض البيوت، والله العظيم ما كتل 10، وفي بيوت 7، وفي بيوت 8، وفي بيوت 5. اما 3 دي حاجة عادي جدا. الناس هناك استغاثوا بينا، قالوا لنا سنة 84 جاتهم شركة يضمانية وقالوا للأهالي هيعملوا لكم مشروع، وفتحوا الطريق من البحر لحد مسافة 25 كيلو في الخلا. فقمنا مشينا هناك، ومعايا الصحفي نادر بلا والمصور متوكل بيجاوي، ولقينا العربي اللي كان ماسك لهم حارس لهم الآليات، دول عمره 84 سنة كده. فقام وقفنا في حتة، قال لنا هنا كان بتجيب عربات، وهناك بتنزل الطيارات وتنزل الحاجات دي في صناديق، وحفروا ودفنوها هنا. مشينا في المنطقة دفنوها دي فيها دي، فعلا لقينا يعني حفرنا بسيط كده، لقينا في صبة او خرسانة كبيرة جدا وطالعة منها سلوك. في الحتة اللي طالعة منها سلوك دي، قمنا شلنا عينة من التربة وجينا جبناها لناس هيئة الطاقة الذرية. هنا لقوا فيها إشعاع عالي جدا، وحتى قالوا لنا يا أخي ما كان تخاطروا وتشوفوا الحاصل شو، لأنكم كده أنتم معرضين للإشعاع. زي ما قلت لكم، سألت الحارس اللي كان ماسك الآليات ده، قال لي يا أخي هنا بتجي الطيارات وتدفن، وتجي بالليل وبيجوا ناس، وحتى أشر لي على الشارع ده باش ومفتوح، قال لي ده ماشي لحد مناطقكم مرة هناك. جينا نشرنا زي ما قلت لكم الحلقة الأولى، جات الاتصالات وقفوا، البلد ما ناقصة، صلاح بوش وقف، وشريف التهامي قال وقفوا. لكن بحمد الله لقينا واحد من الكام ماسكين المحاكي زمن الفلاشة، وفي آخر هدي نبيري محامي عنده كل الوثائق دي، رسل لنا ولده وأدانا ليها فيها كل المساجلات والخراط والشركات اللي عملت ودفنت وكده وهناك، وأسامي الناس اللي كانوا متورطين، وملكنا كل الداتا. والغريب انه السفارة الألمانية كانت متحمسة جدا للموضوع. قالت انتوا انشروا ونحن بنجي نتابع معاكم ونلزم الشركة دي. قبل كده في زاير دفنوا برضه نفايات هناك، الزمناه نقاموا 18 مستشفى في دولة زاير لعلاج المرض، وده من حقكم يا جماعة ما تجيبوا، نحن بنحميكم. لكن لقينا تهديد ولقينا يعني مضايقات، وقمنا وقفنا. الآن أنا لو لقيت ناس وقفوا معاي كل الوثائق دي عندي وموضحة ومدفونة وين وبخرايط وكده، فأشد حيلكم معانا عشان تنقذوا باقي أهلكم الفضلوا. أقول باقي أهلكم الفضلوا. شكرا جزيلا.